اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يدخل علينا هاد سيدنا رمضان بالصحه والسلامه علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه وبالامان، وكل واحد شنو كيتمنى يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم السفوف او سلو او الزميصه، كل واحد وكيفاش كيقولوا في المنطقه ديالو. كيجي معلك وكيجي مقرمش. خليكم معايا لاخر الفيديو. راه كيبان، شوفوا من الصوره والله البنات ما نشكروا لكمش زعما، راه كيجي خطير، كيجي زوين زوين زوين، راه كيجي مقرمل. الى دقتيه كتلقاي ديك التعليكه والتقرميشه. كيعجبني انا مقرمش ومعلك. المهم هنايا قدمته معاكم بربعه نتاع الشكيلات او بربعه ديال الطرق. درتو بالورد البلدي ودرتو بالسكر كلاصي والكركاع، وهنا قليته عادي ودرتو ليها باللوز كيف ما كتشوفوا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي اللي كندير. هنا اول حاجه كنبدا كنديرها وهي كنحمر الدقيق. كاين اللي كيدير، كل واحد وشنو كيدير. كاين اللي كيحمروا بالقمح، كاين اللي كيحمروا غير بفرص عادي او الدقيق العادي. هنايا انا درتو كنحمروه على عافيه مهيله، واهم حاجه فاش تحمروه تكون يا اما الطنجره تكون ثقيله او المقله ديك ديال الحرشه. كل واحد فاش كيحمرو. انا يعني كنفضل انني نحمرو على البوطه على الفرن. صافي كنبقى كنحرك بهاد المعلقه الخشبيه. كنحرك غير بشويه على عافيه مهيله، وكنعطيه الخاطر باش كيجيني اللون اللي بغيت، كيجيني مذهب. صافي هنا دزت. هنا عندي القوقاو او الكاوكاو. فاش كنقول قوقاو كيبقاو يضحكوا عليا البنات حنا الجهه الشرقيه نقولوا قوقاو. هنا كنحمرو في الفران على عافيه مهيله. هو هذاك قوقاو الرومي والقوقاو البلدي حتى هو على عافيه مهيله. واللوز خلاص كنسلقو. كاين اللي حتى هو كيديرو في الفرن، كل واحد والطريقه ديالو. انا هنا درت له سلقته وطحنته حتى كيرجع عندي بحال براليني. وهنا كذلك الزنجلان وكاوكاو. المهم كلشي غادي من بعد ما حمرتهم على عافيه مهيله. السر ديالهم هو خصهم يتحمروا على عافيه مهيله تناقصوا للفرن. هذا هو السر ديالو، باش منين كيتحمر على عافيه مهيله وكيجي مقرمل، كيجي مقرمش، ما كيجيش فيه ديك ما كيجيش غير من الفوق محمر غير من الفوق. وكذلك درت لهاد الكاوكاو البلدي وحتى الكاوكاو داك الرومي دهنته بزويته. وكنبقى كنحرك على عافيه كنبقى نحرك بهاد المغلقه الخشبيه على عافيه مهيله. غير خصنا نعطيوه الخاطر باش كيجي معنا وكنحصلوا على النتيجه اللي بغينا. السلام عليكم البنات. دابا ان شاء الله غادي نخلط معكم السفوف او سلو، كل واحد كيفاش كيقول ليه. اكيد هاد العناصر كلها راني ذكرتها معكم في البدايه نتاع الفيديو وحمرتها معكم كيف ما كتشاهدوا. شوفوا من بعد ما حمرت كاوكاو واللوز، شوفوا كيفاش كيجي معلك. شوفوا البنات، هذا غير الزنجلان دازت لي شويه الزنجلان ماشي مشكل، ما غنحيدوش. قلت لكم شوفوا الزيت اللي كيطلق، هذا هو السر باش كيجي سلو زوين. هاد العناصر تحمروها على عافيه مهيله في الفرن. انا كنفضل انني نحمرهم في الفرن، حيت ديجا حمرتهم في القلايه الهوائيه وتا هي زوينه، ولكن ما عطاتنيش النتيجه بحال الفرن. غير هو نقصوا عليه العافيه ونعطيوه الخاطر باش كيجينا السفوف او سلو كيجينا زوين. شوفوا الزيت اللي كيطلق، هانتوما كتشوفوا. هنا عندي كيلو ديال الكاوكاو البلدي، درت البلدي ودرت الرومي. درت الكيلو ديال الكاوكاو البلدي ونص كيلو نتاع الرومي، ودرت كيلو نتاع اللوز وكيلو نتاع الزنجلان. الزنجلان حتى هو شوفوا قسمته على جوج، قسمت الكميه على جوج على حساب. حتى هو شوف، حتى هو درت له نفس الطريقه على حساب. منين كنخلي نصف الكميه ديال الزنجلان باش منين نعض سلو او الصفوف كيعجبني تجيني ديك التقرميشه فيه، وكيجي من نفس الوقت كيجي معلك ومهرمش. هذه الطريقه ديالي شاركتها معكم. خلاص راه فينا عندي سكر كلاصي وعندي حبه حلاوه والنافع من بعد ما حمرتهم ونقيتهم حتى هما، وعندي المسكه الحره حتى هي طحنتها مع شويه ديال سكر كلاصي. وخلاص هنا عندي الدقيق حتى هو من بعد ما حمرته معكم. كاين اللي كيحمروا في الكوكوط، كاين اللي كيحمروا، انا حمرته في الطنجره. المهم
غادي نبدا ان شاء الله نخلط معاكم. ندير بعدا الدقيق راه درت كيلو ونص. انا كيعجبني يجي ما يجيش فيه غير الدقيق بوحديته، كيعجبني الا كليت السلو كيعجبني يجيني معلك ويجي زوين، ماشي غير تاكلي غير الدقيق. كل واحد كيدير على حسب الكميه اللي حسب كل واحد كيدير كيف قلت لكم الكميه اللي غادي على حسب افراد العائله وعلى حسب كل واحد والامكانيات ديالو. انا عندي هنا كيلو ونص ديال الدقيق غادي ندير فيه هادشي كلشي. غادي نبدا بسم الله. هنا درت كاوكاو. حنا في الجهه الشرقيه كنقولوا له قاوقاو. ملي كنقول قاوقاو شحال من وحده في لي كومونتير كيضحكوا عليا البنات كيقولوا لي قاوقاو، علاش دابا راني كنقول له كاوكاو وحنا كنقولوا له قاوقاو. هنا غادي نحط الزنجلان. غادي نكمل معاكم. هنايا درت الزنجلان اللي مطحون معلك، وهنا غادي نضيف حتى الزنجلان اللي صاين. وعندنا هنايا سكر كلاصي على حسب، كاين اللي كيدير العسل، انا غندير سكر كلاصي على حسب كل واحد وكيفاش. كاين اللي كيدير فيها حتى الزبده، انا ما كتعجبنيش فيها الزبده الصراحه، والسكر كيبقى على حسب الحلاوه. دابا ان شاء الله منين غادي نخلطو غادي نولي نذوق وغادي نشوف الا كان خاص الحلاوه. ما كيعجبنيش الصراحه حلو بزاف. وعندي هنا حبه حلاوه والنافع 8 معالق، حيت الا كثرنا منها راه كتمررها كتولي مره ما كيبقاش لوغو زويون. وعندي هنا مسكه حره طحنتها مع شويه ديال السكر كلاصي. وعندي هنا اللوز اللي قلت لكم مهرمش هو وكاوكاو. صافي هنا جبت الحكاكه غادي نحك الكوزه. كاين اللي ما كيبغيش البنات يديرها على حسب كل واحد وكيفاش. غادي نضيف حتى اللوز غادي نزيدو كنباقيو. وعندي مازال اللوز صاين حتى غادي نخلط هاد النواشف. خليت اللوز هكاك حبوب ما طحنتوش، عاد غادي نضيفو ان شاء الله. دابا غادي نحاول هادشي كلشي هاد العناصر ندمجها مزيان. المهم هنا غادي نحاول نضيف الزيت. عندي هذا زيت العود مسوس غادي نحاول نضيفه حتى غادي المهم سمحوا لي كنصور غير بيد. غادي ندخل كلشي هاد العناصر مع بعضياتها. اللي بغى يدير زيت العادي يدير، واللي بغى يدير العسل يدير. انا ما كنديرش. ونسيت ما ذكرتش معكم القرفه، غادي ندير معاها واحد معلقه كبيره ديال القرفه كتعجبني معاها. شوفوا اللون كيفاش كيجي البنات، كتعجبنيش انا تجي حمراء بزاف ولا دايز فيها الدقيق دايز فيه الطياب، كتعجبني تجيب هذا اللون هذا. المهم غادي نحاول نخلط كلشي هاد العناصر مع بعضياتها ونتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما خلطتها مزيان عركتها بيديا. بالنسبه لزيت الزيتون راه البنات ما كتجيش فيه نسمه ابدا ديال زيت الزيتون، بالعكس كتجي صحيه. وهذيك الزيت راه مسوسه، الزيت ما فيهاش الملحه، مطحونه بلا ملحه، كتجي غزاله، كتجي لوغو ديالها زوين بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. يلا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما قدمتها بهذا الشكل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك وبارطاج وتعليق الى عجبكم لا فيديو. وبسلام عليكم وعواشر مبروكه مره اخرى، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.